خلي بالك من ها. انت غبي يا ابني، مش تحاسب الباب؟ احلى كوبايه شاي لمعلم ابو جراح. لا مؤاخذه سعاده البيئه، والله ما خدت بالي. في ايه حملك عليه؟ هو ما كانش يقصد، هي اللي فتح الباب مره واحده. يعني كمان بوظ الباب وكمان بتزعقوا؟ حصل خير يا استهانم، عربيتكم سليمه، تورست لنا سليم. يلا يا محمد. اسكتي يا بنتي ما تتكلميش، انت مش هتمشي من هنا لما تصلح العربيه. هما مين دول يا اسلام؟ دول يا معلم ابو جراح ناس رافعه مناخيرها في السماء ومحدش يقدر يتكلم عليهم. محدش قادر عليهم كيف يعني؟ الراجل خبط الباب بالغلط، وبعدين هي اللي جنبه غلطانه وكمان مش عاجبه. رجع لك تاني. يا معلم ابو جراح انت مش قد الناس دي، الناس دول بتوع مشاكل، بالله عليك اقعد. طيب بس استناني. عربية حضرتك غالية والله ما معي حق تصليح، ده معيش حق المراية. يعني انت ما معكش فلوس؟ ما معيش. سهله. فين المفتاح؟ ده انت على كده نصاب بقى. هو انا يا بنتي مش قلت لك ما تتكلميش وما اسمعش صوتك؟ ولا انت بقى عايزه تتربي؟ في ايه بالظبط؟ انت مين؟ شغال معاهم، الصبي بتاعه. في ان هما بوظوا لي باب العربيه وانا خدت حقي. وانا ما يرضنيش ان عربيه حضرتك تبوظ، بس اللي جنبك هي اللي غلطانه. الراجل معدي في حاله، فتحت باب العربيه، يعني ترسك لي الراجل ده اللي اتخبط. اعتبرني راجل مفتري وهم اللي غلطانين. طب ايه اللي يحل؟ انا خدت حقي خلاص، وعايز 10,000 جنيه كمان حق باب العربيه. لو على باب العربيه نشيلوه ونرموه ونجيبوا غيره، لكن مفتاح الراجل يرجع مطرح مكان. 10,000 كيف؟ وانا لو معي 10,000 كنت طلعت من الفجر. استنى انت بس يا محمد، ده التروسيكل ده لسه قصته ما خلصتش. مصطفى انا كده شايفه ان في كلام كتير وكده مش هنخلص. يلا بينا والعربيه دي تتصلح في التوكيل. توكيل؟ اما جوزك يبقى واقف ما اسمعش صوتك. طيب اسمع، الناس زي غلابي ومش حملك. تعال وانا هجيب لك باب غيره. انت هنا واقف في ملكي، يعني انا اللي اقول لك امشي وتيجي، مش واقفين في ملك ابوك. ماشي، مش هحاسبك على الزاحه دي، بس انت ما تعرفش ابويا عشان خاطر تغلط فيه. لو سالتك عن اسمك لحد الجد السابع هتقول لي مش عارفه. عربيتك كلها هتسوى كام؟ ب2 مليون جنيه. هخلي الاتنين